لا بنزيما ولا ميليتاو، احنا عندنا بيرسي تاو. لا لا، بص شوف الحركة دي، لا شوف الحركة دي، بيرسي تاو بيكشر على انيابه. بيرسي تاو النهارده نجم المباراة هو واليو ديانج. بيرسي تاو في الهدف الثاني اللي خدع الكل في الهدف الثاني. شوف المهارة، شوف الترويض مرة والترويض مرة تانية والترويض مرة تالتة، وكل الناس قالت خلاص هو هيحط الكرة دي هيلفها بشماله على يمين الحارس. لا، ده حطها على شمال الحارس، الحارس وقع مكانه، وقع اتثبت. بيرسي تاو بالنكهة الإنجليزية، بكورة الدوري الإنجليزي. بيرسي تاو اللي بيستلم الكرة ما عندوش ثقافة إن أنا أحضر كتير، بياخد الكرة ويروح للمدافع، مش بيستنى المدافع يجيله، لا بياخد الكرة وهو يروح للمدافع بيرقص. لعب كله هجومي، عقلية هجومية. وطبعا علشان بس أبقى واقعي في الكلام شوية، الحارس مستواه ما كانش أحسن حاجة، يعني الهدف الأول ما يدخلش، تمام؟ الأول بس من وجهة نظري، الأول بس. طيب كهربا، ايه يا عم كهربا، ايه يا عم كهربا، انت سجلت هدف بس عادي، ده انت كنت لازم تسجله، لكن ايه الكوره انت ضيعتها دي؟ ده انت رايح انفراد مساحه كبيره جدا في ال 18 لوحدك، بشمالك هتحطها بيمينك هتحطها، يا رقص الحارس وادخل بالكوره لجول. لكن انت عملت حاجه غريبه جدا، انت ضيعتها ازاي؟ يعني انت لو شوطها جت في العارضه ما كانش حد يتكلم، شوطها الحارس صدها كنا نزعل شويه، لكن انت ما عملتش، انت عملت حاجه بجد يعني مش عايز اقول حرام شرعا، يعني حاجه دي انت تتحاكم كرويا بالكره دي، ولكن انت سجلت هدف، يعني ده الحاجه اللي تشفع لك عندنا شويه. والكلام بقى بالنسبه لطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر. يا طاهر اسال نفسك يا ابني، اسال نفسك يا ابني كتير، انا ليه احتياطي؟ انت ليه يا ابني قاعد ما عندكش اي اصابات؟ انت غايب لاسباب فنيه. ايه الاسباب الفنيه؟ انت بتلعب طرف، يعني مكانك بيرسي تاو ومكانك احمد عبد القادر ومكانك حسين الشحات، وهو اكيد الراجل مش بينزلك علشان مستواك. طور من نفسك، والفرصه بتيجي ما بتيجيش كتير، الفرصه دي مش بتيجي كتير. مباراه مفتوحه زي دي نزلت تبديل، جالك كوره، انت متسرع وعايز تثبت نفسك، مع انك تلعب السهل احسن حاجه. اصعب حاجه في الكوره انك تلعب الكوره السهله. محمد شريف يا جدع معاك، محمد شريف انت لو طلعت محمد شريف كان انفراد، وكنت هتظهر ان انت اللي عملت اسيست وهدوءك ولاعب كبير، وكنت هتروح في حته تانية. لكن تسرعك ان انت عايز تثبت نفسك هي النقطه اللي انت بتبعد فيها نفسك اكتر. نفس الكلام لاحمد عبد القادر في كوره اختها، انت رقصت اللاعب ترقيصه بايخه قوي، ترقيصه شوارع، اللي هو انا هاخد الكوره ابعد الكوره واجري وانت اجري معايا واللي يسبق. مفيش مهاره اصلا في اللي انت عملته. المهاره والشطاره والفن انك تلعب السهل، كنت طالع زميلك، احنا عايزين هدف، احنا بنلعب تيم. انا معاك ان في مواقف بتتطلب ان انت تكون واحد لواحد، استخدم مهارتك، ما حدش يقدر يقول حاجه. لكن يا عم انت انفراد، بتعمل ايه؟ انفراد معاك زميلك. وديانج شابو 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 اليو ديانج، شابو اليو ديانج كان بيلعب بدماغ عالية قوي، ممتع، تعليمات دفاعية، تعليمات هجومية، بيلعب الكرة السهلة، استلام وتسلم، تحركات ممتعة، حاجة كده من الطراز الرفيع. بص في الهدف بتاع كهربا، هو اللي خدها من نص الملعب، شوف هدوءه بيجري بالكوره، ما استعجلش الراجل، طلع حسين الشحات اداله مساحته، حسين الشحات يعرضها الهدف الثالث. مع ان اليو ديانج لو لعب الكوره على طول لحسين الشحات كان هيخلي حسين الشحات واحد ضد واحد. هدوء ديانج هو السبب في الهدف الثالث. ديانج من وجهة نظري لاعب المباراة، والاهلي
يضمن، انا مش بقول لك بقى يضع قدم ونصف في النهائي، الاهلي يضمن الصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي، منتظرا الصاعد ما بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب افريقي، ومباراة العودة للاهلي تحصيل حاصل. شكرا لاعبي الاهلي، شكرا كولر. مباراة كبيرة، مع ان نادي الترجي برضه عشان اكون واضح مش في مستواه، ولكن مباراة فنية كبيرة. ألف مليون مبروك لنادي الأهلي الصعود. نتمنى البطولة للأهلي رغم صعوبة المنافسين بالذات صن داونز. التوفيق للأهلي، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.